اهلا بيكم. في فيديو النهارده هنحول 2000 دولار من حساب بنكي لحساب شخصي. دي الحلقه الثالثه من سلسله اللينكس، وهنستخدم كالعاده الكالي لينكس وموقع تراي هاك مي. الموقع ده بينزل اسئله واختبارات، وفي الفيديو ده الموقع عامل بنك تجريبي وبيقول لنا اخترق البنك وحول فلوس لحساب. نبدا خطوه خطوه ونعرفكم كل التفاصيل. السلام عليكم، انا محمد حسين وده فيديو جديد. هنا بيقول transfer $2000 from bank account to your account، يعني احول 2000 دولار من البنك ده لحساب البنك ده، ومدينا ارقام الحسابات. وطبعا قبل ما نبدا في اي حاجه ما ننساش التنبيه للناس اللي مش متابعانا او اول مره تشوف الفيديو. موقع تراي هاك مي موقع تعليمي، وكل الحسابات اللي بيتم تهكيرها في الكورس ده وعلى الموقع بتكون حسابات وهميه من صنع الموقع لغرض تعليمي فقط. طيب هنا انا كده دخلت على حسابي وفيه 1232 دولار. هناخد رابط حسابنا ده كوبي ونرجع للترمينال. ملف الوورد ليست ده فيه اكتر من 8000 كلمة سر، وهنعرف كمان شوية هنستخدمهم ليه. هنستخدم اداة الجوباستر وهنديها داش، ونسيب سبيس ونحط اليو ار ال بتاع حسابنا، بعدين داش دبليو ونحط ملف الوورد ليست. طيب ملف الوورد ليست ده ملف قوي، ولما بندمجه مع اداة الجوباستر بيبقى اقوى واقوى، وبيعرف يتوقع اكتر من 8000 كلمة باسورد. وكمان هنا قدر يجيب اسم البنك اللي عملنا فيه حساب. هناخد اسم البنك ده كوبي وهندخل على البراوزر ونحطه بيست. شوفوا ايه اللي ظهر يا جماعه، صفحه الدخول كأن موظف في البنك. ودي جمال عظمه الوورد ليست مع الجوباستر. من خلال الصفحه دي انا اقدر احول اي رقم من حساب لحساب تاني، وده اللي احنا هنعمله. الخانه الاولى هنحط فيها رقم البنك، الخانه التانية هنحط فيها رقم الحساب اللي هنحوله اللي هو حسابي، الخانه التالتة بنحط المبلغ. هنكتب كده رقم البنك هنا وبعدين رقم حسابي. تمام، قال لنا سكسس ترانسفير كومبليت. هندخل بقى لحسابنا ونشوف هل المبلغ اتحول ولا لا. شوفوا هنا يا جماعه جايب لنا ايه، كونجراتوليشن بنك هاك، مبروك هكرت البنك. وهنا تحت في بنك $2000. هناخد كده ده كوبي ونجاوب على السؤال الاول في الموقع. وبس يا سيدي كده نكون خلصنا. لو انت مهتم بمجال السايبر سيكيورتي والويب بروجرامينج ما تنساش المتابعه، واستنونا في الفيديو الجاي هنتكلم عن كسر روابط كلمات السر. سلام.